احد قيادات الحركه الوطنيه المصريه الاستاذ ابو العز الحريري. لو كان خالد ابن وزير كانت راس العدل كتير. لو كان خالد ابن وزير كانت راس العدل كتير. كانت راس العدل كتير. ما عادش ينفع فيها نصر الجريمه. التهمه موجهه لحسني مبارك شخصيا. التهمه موجهه لحسني مبارك شخصيا. يجب ان نذهب الى محكمه الجنايات الدوليه. يجب ان نذهب الى محكمه الجنايات الدوليه كي نطالب بمحاكمه حسني مبارك. انا عايز يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط جلاد الشعب. يسقط جلاد الشعب. عاشت مصر. عاشت مصر. انتوا مستخدمين شواكيش ضد الشعب المصري. انتوا مستخدمين بدراسة وراكم الوزارة. انتوا بتقتلوا اخواتكم. انتوا بتعذبوهم، بتنتهكوا اعراضهم. نحن نحذر كل ضباط وجنود الشرطة بدءا من وزير العدل حتى اصغر ضابط موجود في الشرطة الذي لن يتراجع عن موقفه ويحترم اخوانه واخوان المواطنين والمواطنات سوف نقتص منهم ولن نتوقف عند المحاكم المدنيه والجنائيه المصريه. نحن نوجه رسالتنا الى النائب العام. النائب العام ليس رجلا يتحرك بالزرار او بالكنترول يبث بالدرون من وزير الداخليه او وزير العدل. نحن نبلغ وزير النائب العام ان الشاب خالد قتل على يد الشرطه. قتل على يد الشرطه لا لشيء الا لانه بيقال انه كان معاه تسجيل مصور لاحد الضباط وهو يفبرك قضيه مخدرات داخل الجسم. اذا صح هذا فنحن نستيقظ ان يعتدى على خالد. ثم ان الشرطه مش شغلتها تحاكم الناس، شغلتها لا تحترم الناس وتقدمهم بالعداله. من اجل هذا سوف يستمر لقاءنا وسوف نتواصل. ويوم الحد الساعه 1 يكون في واقع الداخليه. هو مبارك عايز ايه؟ هو مبارك عايز ايه؟ عايز الشعب يبوس رجليه. عايز الشعب يبوس رجليه. يا مبارك مش هنبوس. بكره الشعب عليك هيدوس. بكره الشعب عليك هيدوس. يا مصر يا مصر. لسه فيك سجون وسط. لسه الكلب بيحكم مصر. علوا علوا علي صوت. اللي هيهدف مش هيموت. لابد وأن تصل الرسالة من خلال هذه الوقفة. فأداؤكم وتعبيراتكم وشعاراتكم هي السبيل لتوصيل المعنى والمضمون الذي نستهدفه. فليس الشجار ولا الاختلاف في مصلحة القضية. ومن أسف شديد أن يكون هذا الاعتداء الظالم الهمجي الوحشي في اجتماعات منظمة جنيف لحقوق الإنسان والتي توافق عليها مصر على 21 بند من هذه الاتفاقية وترفض 4 هذه الاتفاقية التي تنادي بحقوق الإنسان.
اعتداء على سيادة مصر كلها، اعتداء على كل مواطن مصري. وليست هذه الجريمة هي الأولى من نوعها، فلقد تكررت جرائم الشرطة المصرية وخاصة بقصف شرطة سيدي جابر. وأذكركم بعم خليل، أذكركم بعم علي بتاع المطار اللي رموا عليه بنزين وولعوا فيه. وهذه هي الجريمة البشعة التي يذهب ضحياتها شاب من خيرة شباب مصر، شاب من المفترض أنه يحمل لواء الإصلاح في المستقبل، شاب من المفترض أنه سيكون في موقع السلطة لو كان هناك احترام لآدمية الإنسان، لو كان هناك احترام لحقوق الإنسان، لو كان هناك احترام للشعب المصري أو للدستور المصري أو لقيم الإنسان والعدالة. نحن نقف اليوم لكي نطالب بأن يكون هناك تحقيق فعلي لا وهمي، تحقيق جاد لا صوري، حتى يقدم الجناح الحقيقي إلى العدالة، ليعلم الرأي العام أن هناك قضاة يستطيعون أن يحكموا بالعدل وينفذ حكمهم. ونعترض اليوم على أداء الشرطة التي تنصب نفسها. مش خايفين. نعترض اليوم على أداء الشرطة التي تنصب نفسها قضاة لتصدر أحكاما وتنفذ هذه الأحكام. فشعب مصر لا يقبل هذه الإهانة، وشعب مصر لا يقبل هذه الاستهانة. ولهذا أيها الشباب لابد وأن تستمر فاعلياتكم ولا تقفوا على نوع معين من الفاعليات. لابد وأن تستمر حتى يعود الحق وتعود الثورة ويعود الرأي الصحيح للشعب المصري. تحيا مصر! 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 رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية. مش بنخاف من الداخلية. دم خالد غالي عليا. مش هنخاف من الداخلية. دم خالد غالي عليا. ما تعرفوش على السكوت. دم خالد مش هيموت. ما تعرفوش على السكوت. دم خالد مش هيموت. حق خالد مش هيضيع. حق خالد مش هيضيع. يسقط حبيب العدلي. يسقط حسني مبارك. يسقط ضروري طوارئ. يسقط ضروري طوارئ. جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للزبانية والجلادين والمجرمين من رجال الشرطة. جرائم الشرطة ليس جرائم أفراد زي ما بيقول رئيس الدولة أو وزير الداخلية. ده منهج أسلوب شيء منظم. معنى إنك دخلت الاسم يعني لازم تتعذب، يعني لازم تقر بجريمة لم تقترفها، لازم تنضرب. هذه هي وظيفة الشرطة. هذه هي وظيفة الشرطة.